المقادير حقته مرة سهلة. عندي هنا 150 ملي حليب، كاستين دقيق، بيضتين، رشة ملح، تلت كاسة سكر، ملعقتين صغيرة خميرة، وتقريبا 75 جرام زبدة وشوية فانيلا. عشان أبدأ عندي هنا طنجرة صغيرة هحط فيها الحليب، وهحط معاها شوية فانيلا، وهحط الزبدة. الفانيلا تقريبا يعني يمكن أقل نص ملعقة صغيرة، وهذه هخليها تدوب على النار بس تصير دافية مو تغلي. طيب خلاص هنا شوفوا دوبتها. حسيبها تبرد شوي لأنه قست حرارتها لقيتها عالية، لقيتها 60، وأنا ما أبغى حرارتها تكون مرة عالية، يعني ماكسيموم تكون 40 عشان لما نحط السائل هذا على الدقيق والخميرة لا تموتنا الخميرة. أنا الخميرة اللي بستخدمها اليوم خميرة فورية فعلى طول تتفاعل، ما يحتاج أن أنا أفعلها قبل بوقت. فعلى بال حبدأ أسوي المكونات الجافة. ححط هنا الدقيق وحنخله. أحب أنخل الدقيق، أحسه يدي نتيجة أحسن. حط السكر والخميرة جنب السكر ورشة الملح وحقلبها. لو خميرتكم من النوع اللي ما هو فوري إيش حتسووا؟ حتحطوا الخميرة على الحليب بعد ما يعني يبرد شوية، وحتحطوا معه 1 ملعقة صغيرة سكر من نفس الكمية اللي عندنا، وحتستنوا عليه 10 دقائق ألين ما يبدأ يتفاعل. حتلاقوا كده طلعت بابلز شوية على الوجه، تعرف إنه هو تفاعل خلاص. بعد ما برد شوية الحليب حأحط البيضتين معاه، حفقسها هذا، وبرضه لازم ما يكون مرة حار عشان البيض لا ينطبخ، ما نبي نعمل سكرامبل ايج احنا. قبل لا أحط الحليب على الدقيق بس هعمل في النص كده زي الحفرة صغيرة، حصبه وحقلب. خلاص كده خلطتها. دحين حنقولها على السطح هنا، حاحط عليه دقيق وحبدأ أعجنها لمدة تقريبا حاجن باليد 10 دقائق. تقدروا تعجنوها بالعجانة بس أنا اليوم مشتهية باليد. العجينة هذه ستيكي، فحنحط دقيق كويس. أنا دائما أحب إنه العجينة تكون في الأول كده ستيكي وأنا أتحكم في الدقيق، لأنه لو حطيت الدقيق من الأول كتير حتصير قاسية، لأنه حرجع أعجنها على الطاولة. أباكم تشوفوا بس العجينة قد إيش تلصق، مو مشكلة. أنا بتحكم في الدقيق، كل شوية بزيد عليها وأنا ألين ما أوصل للملمس اللي أحسه مناسب. خلاص العجينة أخيرا اتعجنت عشانها مرة ستيكي، فأخذت مني دقيق كتير، يعني حتزيدوا على الأقل نص كاسة دقيق. خلاص كده عجنتها. عندي هنا زبدية حطيت فيها شوية بخاخ الزبدة، وححط العجينة ويعني ححاول إن أنا ألفها من كل الجهات عشان حتى الوش حقها يصير في الزبدة، وحخليها تتخمر لمدة ساعة في مكان دافي. المهم هذه عجينة الدونت بعد ما ضاعف حجمها. حاجي دحين ايش حسوي؟ ححط شوية دقيق وحبدأ أفردها. حطيت عليها شوية دقيق. طيب عندكم طريقة من الاثنين، يعني انتوا تسووها بشكل الدونت المعروف اللي هي دائرة ومفرغة من جوا، أو تقدروا خلاص تقطعوها على شكل دوائر وتقلوها، ما يفرق، الاثنين نفس الشيء، يعني هو مجرد شكل بالنسبة لي. لما أفردها ما حضغط مرة بقوة عشان لا أطلع الهواء بزيادة منها، وحيكون سمكها السمك اللي انتوا تبغوه. أنا هوريكم السمك اللي أنا بعمله، يعني تقريبا والله ماني عارفة المقاسات، يعني زي كده هذا السمك تقريبا حتكون. خلاص فردتها. خليني أوريكم إنه انتوا تشكلوها بالشكل اللي هو هذا شكل الدونت، بس هذا القرص عندي مرة كبير بزيادة، وبعدين من جوا زي كده. طبعا هذه حنسيبها كمان تتخمر لها شغلة نص ساعة. هذا هو الشكل، أو إنه كلها خاص حنسويها دوائر صغيرة وهي حتنفش وقت القلي. بعدين إيش حنسوي؟ أنا حشيل هذه، أنا عادة ترى هذه أول مرة أسويها بهذا الشكل، دائما أسويها الدوائر الصغيرة. حشيل الزيادة، وهذه طبعا ممكن أعجنها تاني وأسوي دونت تاني. هذا حسيبه يتخمر كمان شغلة نص ساعة لما ينفش. شايفين هذه اللي شلتها؟ أنا لما أرجع أعجن عجنة تاني أرجع أخليها تتخمر تاني، لأنه برجع بخرج الهواء منها، فأسيبها كمان على جنب نص ساعة وبعدين أرجع أشكلها، يعني هذه الزيادة. طيب هنا حغطيها بمنشفة نظيفة عشان ما أبغى أنقلها وأخرب شكلها. أوريكم شكلها بعد ما شوية تتخمر زيادة. عدت نص ساعة تقريبا كده، 45 دقيقة. لو سبتوها زيادة لسه كمان يعني تستحمل إنه هي تنفش كمان. شوفوا بس كيف واضح إنه هي نفشت، فأنا بالنسبة لي كده كفاية. جهزت هنا في الجنب الجليز، طبعا تقدروا تسووها بالشوكلت، تسيحوا الشوكلت أو بالجليز، أنا حسوي كذا فليفر.
هذا الجليز حطيت كاسة سكر بودرة مع 3 ملاعق كبيرة حليب لما صار كده، شايفين؟ هذا اللي حغطس فيه الدونت أول ما تطلع من الزيت. وخلوا جنبكم جهزوا راك زي كده، حاولوا انه يكون زي كده عشان لما تحطوا الدونت بعد ما تتقلي غير انها تتصفى ما ترطب من تحت، ما تعجن، الهواء يدخلها من الجهتين. انا لما اقلي احب كل شيء يكون عندي موزون واكيرت وكل مره تطلع لي نفس النتيجه، فاستخدم ترمومتر ميزان الحراره. انا ابغاه يوصل تقريبا 340. اذا ما عندكم ميزان يعني حتضطروا ان انتم بالنظر بالخبره انه تتاكدوا انه الزيت حمي. لو تحطوا فيه يعني حبه البانكيك حتبدا تطلع كده زي بابلز او رغوه. اذا حطيت الدونت والزيت ما هو حار كفايه ما حتتقمر من برا وحتشرب زيت مره كتير، ما حتزبط يعني. فلازم الزيت حقكم يكون حار قبل لا تقلوا الدونتس. تقدروا تقلبوا الدونتس بالاسياخ حقت الشيش طاووق او بالملعقه الثانيه. اليوم حجرب بدي صراحه، بشوفهم كلهم بيستخدموها ولقيت انه شكلها اسهل. شوفوا وصلت عند درجه الحراره اللي ابغاها، على طول حطيت الدونت، بدات بالصغيره، شوفوا على طول كيف تنفش. خليني اوريكم دي، شوفوا تصير كوره عشان مره صغار. بس حاولوا ايش تقلبوها لانه فيها هواء، فحاولوا تقلبوها عشان تاخذ لون من الجهتين، لانه هي تلاقوها كل شويه تميل على جهه واحده. يعني حاولوا تفضلوا تقلبوها تقريبا تاخذ يعني الصغيره هذه تاخذ دقيقتين، الكبار ممكن ياخذوا 3-4 دقائق. شوفوا اللون، هذا اللون اللي ابغاه. اهم شيء عيني على حراره الزيت، ما يطلع مره عشان لا تتحرق من برا وتفضل معجنه من جوا. خلاص كده حشيلها وحسوي الثانيه. حاحط الكبيره حتنفش طبعا، هستنى عليها شويه وبعدين حقلبها، بس ابغاها تاخذ لون من تحت. هذه تريت لي بكافئ نفسي وانا بطبخ. شوفوا بس بوريكم اللون من جوا مستويه ومن برا كرنشي. طيب apparently ما ياخدوا حتى 4 دقائق، ما اعرف انا حسبتها غلط، يا دوب شغلت يعني دقيقتين ماكسيموم. حتى الكبيره، الصغار اخذوا وقت اقل. شوفوا هذا المقاس الوسط. خلاص خلصت وقليتهم. هاخد كل واحدة من الدونت بعد ما تبرد، حستناها تبرد، وبالشوكة هنزلها في الجليز يا من جهة يا من جهتين زي ما تحبوا، وخلاص تصير جاهزة. وهذا المقاس الوسط، والكبير نفس الشيء. حوريكم شكلها كلها في الأخير. إذا تبغوا طبقة الجليز تكون أتقل شوية فحطوا 2 ملعقة حليب بدل 3 ملاعق حليب على كل كاسة سكر بودرة. خلاص كده صارت جاهزة. أهم حاسيبهم يجمدوا، وهناك في اللي بالسبرينكلز حقون صوفيا.